علامات حزن وأسى وصويت وصريخ وزعيق ولوم لبعض اللعيبة وكلام عن اعتزال دولي بعد خروج منتخب مصر المتوقع من بطولة إفريقيا بعد الخسارة قدام الكونغو الديمقراطية في دور ال16 بركلات الجزاء. طب ايه كواليس اللي حصل في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة؟ وايه هو رد فعل روي فيتوريا؟ تعالوا نعرف القصة مع بعض، بس قبل اي حاجة شير ولايك وسي فيرست ويلا بينا. في البداية كده دي نتيجة متوقعة للعك الكروي اللي بيحصل من بداية البطولة بعد صعود مصر ب3 تعادلات، وعلى الرغم من ان موقف الكونغو الديمقراطية كان زيك بالظبط وصعدت ب3 تعادلات، لكن كان منتخب منظم وقوي وعرف يلعبك ويوديك للمنطقة اللي هو عايزها مش اللي انت عايزها. ده انت كمان الجون اللي سجلته فيه كان من ضربة جزاء. فلسفة كروية غير مفهومة روي فيتوريا المدرب البرتغالي عايز يطبقها، وشكل كده لعيبة منتخب مصر مش قادرة تطبق الكلام ده على أرض الملعب. يعني روي فيتوريا وعلى الرغم من امتلاك الجيل ده أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في تاريخ بطولة واحدة في إفريقيا، إلا إنه فشل إنه يتخطى عتبة دور ال16. طب إيه هي بقى ردود فعل النجوم؟ حالة من الصمت الرهيب بعد الدخول لغرفة خلع الملابس، حالة من الصمت القاتل، كأنهم بيقولوا كده لنفسهم احنا هنرجع مصر ازاي بعد اللي حصل ده كل الناس كانت بانية علينا آمال وطموحات كبيرة جدا. وفي بعض اللاعبين اللي دخلوا في نوبة بكاء شديدة جدا، ومنهم محمد أبو جبل بعد ما ضيع ركلة الجزاء، واللي أحمد حجازي حاول يهديه لكنه فشل في ده وقعد يقول خلاص أنا هبطل لعب. الكلام ده طبعا بحسب ما ذكرته بعض المصادر الإعلامية. طبعا إمام عاشور كان مذهول من اللي حصل وقال يا ريتني ما كنت عملت الباكورد ده عشان اقدر اشارك، كان يمكن اقدم حاجة في الماتش واقدم حل. احمد حجازي كان قوي بما فيه الكفاية عشان يقدر يأدي دور القائد على اكمل وجه، خاصة انه قال للعيبة عملتوا كل اللي عليكم والكورة مكسب وخسارة، والتأهل لبطولة كأس العالم هو هدفنا اللي جاي، سواء روي فيتوريا فضل او مشي، وسواء احنا فضلنا او مشينا هيفضل ده منتخب مصر، والكورة كلها متغيرات واحنا كان عندنا اصابات قوية جدا ومؤثرة ومحورية. يعني حجازي احتوى اللاعبين وهو نفسه مش مقتنع بالكلام اللي قاله، ولا حد هيقتنع بأي مبررات هيديها الإعلام أو المحللين أو مسؤولين اتحاد الكورة لمنتخب مصر، خاصة احنا زي ما قلنا إن ده يعتبر من أقوى الأجيال اللي بتمتلك لعيبة بكواليتي متنوعة، وأكتر الأجيال اللي بتمتلك لاعبين محترفين في بطولات قوية مش متوسطة المستوى، لا وكمان في أندية قوية. يعني مفيش مبرر للخروج. المهم انت بقى شاركنا برأيك في الكومنتات، تفتكر منتخب مصر خرج بسبب سوء التنظيم والإدارة من اتحاد الكورة ولا تقصير من اللاعبين؟